مرحبا بجميع الضيوف وبجميع اللاعبين المشاركين والمشاركة في إطار الدوري الرمضاني الثاني دورة المرحومين سعيد سمار وإدريس الزروق رحمهم الله، ذلك في إطار السنوية للجمعية الوطنية حنين الثقافية وبتعاون مع النقابة الوطنية لمستخدمي الطرق السيارة في المغرب. مرحبا بالجميع بهذا الدوري في نسخته الثانية. الشراكة البناءة إذا أبت إلا أن تكرم الجمعية الوطنية فقيديها الغاليين سعيد سمار وإدريس زروق في عرس كروي بامتياز بمدينة بوزنقة، وبالضبط من الملعب البلدي للمدينة التابع لوزارة الشباب والرياضة. شكر ممنون وخاص للسيد مدير دار الشباب المدينة، كذلك لكل أطر وفعاليات الشركة الوطنية للطرق السيارة، وكذلك كل أعضاء المكتب المسير للمكتب المحلي للنقابة الوطنية لمستخدمي الطرق السيارة بالمغرب، وكذلك كل أطر الجمعية الوطنية حنين الثقافية. ممنونون ومشكورون أنتم المشاركون، أنتم أيها الحضور الكريم في هذا العرس الكروي بامتياز الدوري الرمضاني الثاني في مقابلتي نصف النهاية والنهاية على التوالي بهذا الملعب بهذه المعلمة الكروية للمدينة مدينة بوزنقة. مشكورون كل الإخوة ولكل من ساهم من بعيد من قريب في إنجاح هذا العرس الكروي. ولا بأس بين الفينة والأخرى سنذكر ببعض الأسماء المشاركة في هذا الدوري، مثلا كالقيدوم الحاج بن حميد، عبد الرحيم بن حميد لاعب الشباب المحمدية، وكذلك الاتحاد المحمدية اتحاد المحمدية. لا ننسى كذلك قيدوم ورد شراط محمد الإدريسي، جواد السيدي شعيب عراب، عبد الهادي خبير ماد، وكل الأخوة مشكورون في إنجاح هذا الدوري. نشكر كذلك سائق الحافلة والمكلف باللوجستيك السيد عز الدين بن لعفو على تعاطفه وكذلك تفاعله البناء مع هذا الدوري. مشكورون أيها الإخوة، وبإذن الله بعد لحظات سنعطي الانطلاقة الفعلية لهذا العرس الكروي الذي رفع له المنظمون شعار رياضة المستخدم، مساهمة في تحقيق الجودة، والجودة محققة بكم أنتم أيها المستخدمون، وأنتم أيها الحضور الكريم، وأنتم أيها الأطر، وتكريس للشراكة البناءة. شكرا للجميع. متابعينا الكرام ومشاهدينا عبر الموقع الإخباري هبة زوم، مرحبا بكم من خلال الإطلالة التي نطلع عليكم بها من مدينة بوزنقة. والمناسبة هي الدوري الرمضاني الثاني في دورته الثانية، دورة المرحومين إدريس زروق وسعيد سمار. هذه الدورة هذه لعرفات تكريم وجوه في الشركة الوطنية ومستخدمي الشركة الوطنية، ومعنا لهذا الغرض ولرصد الحدث ويعطينا تقييم من هذه الدورة هذه النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي الطرق السيارة بالمغرب السيد عادل العلام، الذي أبى إلا أن يشارك إخوانه هنا بمدينة بوزنقة في هذا التكريم الرياضي بامتياز والعرس الكروي بامتياز. سي عادل العلام، يمكنك تعطينا تقييم ديالك في هذا الدوري الرمضاني الثاني؟
اولا شكرا على الاستضافه، كنشكر جمعيه حميد الثقافيه على هذه المبادره الطيبه جدا، لكن تقييمها سيكون ايجابي جدا. كنشكر المكتب المحلي مسلم مركز السهل ديال بوزنيقه على التعاون بين الجمعيه الثقافيه لتنظيم هذا الدوري التكريمي للمرحومين عزيزنا بزاف، الاخ دريس زرق الله يرحمه والاخ سمار ابناء بنات قناطره اللي ضحوا بغالي النفيس في سبيل تقديم الجوده المطلوبه داخل الشرق الوطني تقصير المغرب. وهذا الدوري ما كنقول انه غيكون نتمنى كنائب كاتب وطني وكنمثل النقابه الوطنيه انه يدوم لتعود مره اخرى، لانه في التكريم يعطي واحد الاشاره ان المستخدمين ديال طرق السياره بكل مكوناتها خاصه استمرار الاستغلال او الاغاثه والقابضين الكبير الرئيسيين انهم وحده واحده وجسد واحد. يعني اذا تداعى واحد العضو كيلبي له جسد بالصحه والحمى، فكنشكركم جزيل الشكر على هذه المبادره الطيبه اللي تخلت الذكرى ديال المرحومين، خاصه الاخ ديالنا دريس زرق الله يرحمه اللي كان مناضل شهم كيمثل واحد العبارات تخوني في هذا الاخ زروق. كنقول انه نقولوا الله يرحمه الله يوسع عليه، وتحيه خالصه للاسره ديالو والوالده ديالو والاخوان ديالو اللي كانوا مازال متابعين ومازال كيحافظوا على الاواصر ديال القرابه وديال الاخوه اللي كانت بين المرحوم وبين الاصدقاء ديالو داخل مراكز الاستغلال. فالشكر جزيل للجمعيه والشكر جزيل للمكتب المحلي. حنا كمكتب وطني كان هذه المبادره الطيبه اللي تخلت الذكرى ديال المرحومين، خاصه الاخ ديالنا دريس زرق الله يرحمه اللي كان مناضل شهم كيمثل واحد العبارات تخوني في هذا الاخ زروق. كنقول انه نقولوا الله يرحمه الله يوسع عليه، وتحيه خالصه للاسره ديالو والوالده ديالو والاخوان ديالو اللي كانوا مازال متابعين ومازال كيحافظوا على الاواصر ديال القرابه وديال الاخوه اللي كانت بين المرحوم وبين الاصدقاء ديالو داخل مراكز الاستغلال. فالشكر جزيل للجمعيه والشكر جزيل للمكتب المحلي. حنا كمكتب وطني كنتمنوا وكنعاونوا لان هذا واجب ديالنا، هذا واجب. فشكر جزيلا وشكرا لكم حتى الاخ خالد الجموحي على الاستضافه، وشكرا لهيبزون يعني وشكرا جزيلا بارك الله فيك. شكرا. اذا عادل العلام، قبل ان نختم هذا اللقاء الصحفي معك ونحن نتحدث في الكواليس، وجهتي الدعوه للاخوان ديالك وبالخصوص للفريق اللي فاز بهذا الدوري، وجهتي له دعوه لعرس كروي وطابق كروي ثاني سيكون بمدينه القاهره بحضور ابرز الفعاليات الرياضيه وكذلك قد تكون فعاليات فنيه. يمكن لك تعطينا فكره على هذا العرس الثاني الذي سيكون بعاصمه الغرب مدينه القنيطره؟ اكيد انه ابناء مدينه القنيطره اللي خرجوا تبارك الله مواهب كبيره في كره القدم وجميع المجالات، المرحومين دريس زروق وسمار سعيد ابناء مدينه القنيطره، فكان لزاما علينا اننا ننظموا الشوط الثاني كما قلتي ديال الدوري والعرس الرياضي مدينه القنيطره مسقط راس المرحومين. فان شاء الله يكون واحد العرس كبير، غنحاولوا نستدعيو ليه الاطر والفعاليات الرياضيه ديال المدينه ديال القنيطره ديال المنتخب الوطني سابقا. بالنسبه للاسره ديال الاخ زروق يكونوا حاضرين معنا، الاخوه ديال بوزنيقه، غتكون واحد اللقاء يعني كبير ان شاء الله. نتمنى له التوفيق وشكرا جزيلا. شكرا ادريس زروق على هذا الحفل بفقدانك، فأنت ما زلت معنا ولن ننساك أبدا. وخير ختام أختم به هذا اللقاء فبذكر الألف والدال والراء والسين واللام والألف والنون والسين، ونجمع جميعا في كلمة واحدة: لن ننساك إدريس زروق من القنيطرة إلى بوزنيقة إلى ربوع المملكة. دمت معنا في قلوبنا.